السلام عليكم متابعينا الكرام، متابعين قناه فيسبوك. اليوم معنا فاعله حقيقيه او فاعله جمعويه اللي غادي تعطينا واحد المعطيات انه تم الاعتقال ديال واحد السيده او يوتيوبرز اللي هي ايمان ومرت باها. السلام عليكم اختي نزار. وعليك السلام سيدي. اختي نزار، ممكن تعطينا معطيات كيفاش تم الاعتقال ديال هاد السيده هذه واللي كانت تقول انها كانت فوق القانون؟ نعم. وانها كانت اي قناه كانت تقول لها واحد المثل خيزو ما خيزو. نعم. تم الاعتقال ديالها. نعم. اليوم تعتقلت بالنسبه للشكايات ديال سنين، راه ملي جابتهم عند جداه البنت الصغيره عندها 4 سنين واللي كبر منها عندها 7 سنين، كي جابتهم كاين البنات تغتصبوا بجوج، حتى شي واحد ما غيكون اكثر منها، بحيث عندنا شي ضحايا ديالها الناس دخلتهم للحبس بتوهام لصقاتهم لهم. المهم ربي نصفنا، وداك الملفات ديالنا كانوا في ايادي امينه، والقضاء المغربي قضاء نزيه، وقضاء المغربي خط احمر بالنسبه ليها اللي كانت فوق طاغيه. كانت ديك السيده اي حاجه كتقول لك هي فوق القانون، هي ما يقد عليها حتى شي واحد. وكانت شنو نقول لك، انا بعدا كنت كنخاف منها لان كانت كتهددني، ديما كتهددني. اختي نسى شنو كان وقع لك انت وياها في المحكمه؟ انكم كان واحد بيناتكم كانت تتسبب، كتخرج انت وواحد القنوات وحدين اخرين. نعم. وقع لها المشكل مع يوسف الزروالي، كانت تخرج كتتسبوا. نعم. وقع لها مع قنوات بزاف. وي دابا المشكل تسمات عليها خيزو، مولات خيزو. القنوات كلهم ولاو كيعيطوا لها غير مولات خيزو، ما كيسميوهاش كاع. هي قالت لك هذيك خيزو كيقولوه للبنت وهددات، بحيث انا درت شكايه للوكيل العام، السيد وكيل العام درت له شكايه، هاد السيده راه كتهدد البنت غتوقع لها شي حاجه. والحمد لله تهزت البنت وديناها من قبل. ولكن هي تعتقلت اليوم، هي هذه زوجة الاب ديال ايمان، والاب اعتقلوا اليوم. اما ايمان تهزت من عندها من قبل، لان واحد التهديدات دارتهم على المباشر في القناه ديالها، علاش كيقولوا لها خيزو، كتحلف بان دوك القنوات كلهم غتدخلهم الحبس، وكلهم غدير فيهم، وكلهم غتفعلهم، وها هما غيشوفوا. نيت السيده كانت زعما شنقول لك ما شاء الله عليها، طاغيه. واخا اختي نزهه شفناها كانت خرجات، كانوا بزاف ديال القنوات، منهم واحد 3 ديال القنوات كانت تقولوا بان هذيك السيده كانت تقول لهم اجيو باش يمارسوا الجنس، ونعتذر على هذا الكلام هذا. نعم. يمارسوا الجنس مع الزوج ديالها. نعم كاين هاد الهضره، وخرجوا بالتصريح هما براسهم فضحوها سبعوا. وكان اليوم العالمي ديال السرطان، وهي اعترفت على فمها. دابا المشكل اعترفت على فمها، قلت لك هي اللي حرضت هذه امي نعيمه، وهي اللي قالت لها تقول، والاخرى قالت، وهي تتحمل المسؤوليه، اي مسؤوليه، اي مضره غتحصل لهذه امي نعيمه هي كتحملها حتى من السجن. قالت لهم انا ندخل في بلاصتها. واش هي كانت تخلص المحاميين؟ ضروري غتخلص المحامين ديالها، ضروري. بزاف ديال الناس يقول لك بان كان شي قناه ولا شي حاجه كانت يمشيو لعندها وكانت تديهم هاد المحاميين. نعم. حسب اللسان ديالها اللي كانت تقول. نعم هي المحامين ديالها براسهم خرجت فيهم العيب، فضحات لهم فضيحه العراض، ما خلات ما قالت في المحامين ديالها اللي كيدافعوا عليها. نورمالمون كانت كتحشم تحترمهم، ماشي واحد تقول عليه مرتو سرقه الذهب وواحد عنده الاغتصاب. وعندنا هاد الهضره ماشي كنجيبوها من عندنا اوديو يثبت كلامنا، يثبتوا يثبت الصدق ديال الكلام ديالنا. شنو الرساله ديالك اختي نزهه اللي كتوجه لهاد القنوات؟ دابا حاليا كانوا شي قنوات بلاتي اخويا الله يرضي عليك، بعدا نشكر الناس اللي كانوا معايا في الملف. كنشكر من هاد القناه، من هاد المنبر، الاخت نسرين فرنسا. كنشكر من هاد القناه ومن هاد المنبر الاخت سناء من كندا، وكنشكر عين على السوق من الرباط، وكنشكر اللي معنا الاخت ابتسام، وخا دارت لنا شي اغلاط الله يسامح عليها. وكنشكر السيد الوكيل العام المحكمه الاستئناف ديال فاس، وكنشكر من هذا المنبر القضاء، الشرطه الجهويه اللي دخلت على الخط وخدات الحق ديال دوك
البنات ونصفات دوك الملفات اللي كانوا شحال هادي وحنا كنجريو عليهم. ومازال عاود كنشكر قاضي التحقيق الله يطول له العمر والله يخليه لينا، وكنشكر وكنعاود نشكر السيد وكيل العام ديال المحكمه ديال الاستئناف ديال فاس. كانت اعتقلت هي هاد الايام بس هذه كانت مشات لشي تحقيق ولا؟ كانت اهانه عميد شرطه وتعتقلت 48 ساعه ودوز و 3 شهور سورسي و5000 درهم غرامه للعامده و2000 درهم للمحكمه. لا في هاد الايامات هذه كنتي يمكن واش الجمعه ولا السبت ولا الحد؟ لا كانت عند الشرطه، كانت في استجواب ماشي اعتقال، غير استجواب نهار كله هما كيديروا لها استجواب. بحكم انك فاعله حقوقيه نعم. ممكن تقولي لنا علاش كانت تما بالضبط؟ كان على هذا البحث، على هاد الملفات اللي درنا، الشكايات اللي درنا بها ديال الطفلتين على الاغتصاب ديالهم. والقضيه اللي كتخرج بها انه كتخرج السب والشتم والقذف على القناه ديال اليوتيوب. غنتابعوا اي قناه، بعدا اي قناه كنت كتجي معاها كنت كتضلل الراي العام وكنت كتدافع عليها كلها غنتابعوها قضائيا، لان دوزوا علينا الصراط المستقيم، دوزوا علينا ودايرين عليها لان هي الصندوق الاسود ديال باها وديال بزاف ديال الناس يقولوا بان السيده كانت كتخرج كتسبهم كتقول لهم بان غادي تدعي القنوات اللي كانت تيقولوا لا خيزو. نعم. تي شنو كتقولي انت كفاعله حق؟ لا ما شوف، هي تسمات على خيزو لامثله شهر سكنوا عندهم شهر، لفقات الام الرشوه والولد لفقات له اثباتات. عندنا هاد الاثباتات. القنوات اللي راهما حاليا والناس اللي راهما حاليا وكان مرات با غادي تربح حتى هي كاينش، لان كنبينين يعني السيده ما قاصده تقول ديك الهضره وتا هي غتربى ان شاء الله نوبتها هي جايه. اختي انت ما كتشوفيش بان واحد الام ديالها اللي هي امي زهره، نعم الله يطول لها في العمر، نعم، كتشوفيها بان بنتها اللي هي امي نعيمه ما كتمشيش تطلل عليها؟ نعم صله الرحم. نعم، هذيك تيقولوا عليها مسخوطه الوالدين، ملي ما تشوفش امها وما تمشيش تحن على امها وما تمشيش تشوف امها مرا كبيره وكاع جات عليهم امهم، راه شحال وهي هجاله بهم وخلاهم باهم صغار، قالت لك هزات الحجر هزات ما خلات ما خدمات عليهم باش توصلهم. كنقول لها انا من هذا المنبر حشمي شويه، وهذيك راه امك ومرا كبرت ما بقى لا قد ما فات، راه تبارك الله الايام اللي كدوز راه ماشي بحال اللي مشات. يعني سيري وطلب منها المسامحه وطلبي من اختك بديعه الله يذكرها حتى هي بخير، طاطا بديعه سيري حتى هي تسامحي معاها، راه ما غنديو معانا والو، راه ما غنطولوش العمر ديالنا، راه حنا ربي اللي كيعلم شكون السابق من اللاحق. سيري تسامحي معاهم وبعدي من ديك المجرمه، راه خرجت عليك ومازال كتخرج عليك بالتحريض اللي كتحرضك. الرساله ديالك اللي كتوجهي للناس المتتبعين دابا اللي طالعين معنا؟ تنوجه لهم واحد الرساله، اللي عنده شي بنت يحضيها، اللي عنده شي طفله قصيره يحضيها، راه الافات في الدنيا بزاف، وبالاخص هذا الملف راه عرفتي راه عامين وحنا خدامين فيه، راه حمقنا هذا الملف باش خدينا الحق ديال الطفلتين. وعندي الملفات اخرين ديال الاغتصاب داك الشيء كاع لا يعد ولا يقصى. وش نقول لك، انا مع هاد الملفات، واللي عنده شي ملف ولا شي حاجه يجي عند صوت. قبل ما نختموا اختي نزهه، نعم. كاين واحد الشكايه كنحطها الزروالي وكنحطها واحد فاعل حقوقي كنحطها نعم. مدينه سكنيطره. نعم فراسي هاد الشكايه شنو هي المآل ديالها ثاني؟ تفاعلت ديك الشكايه تفاعلت، وديال الحقوقي اللي في قنيطره داروها مع ديالي وديال الاخ الزروالي بوحدها دارت، لان شكايه شويه قاصحه اللي تحطات بها. كانت شكايه ولا كانت شكايه واش كانت غير او شكايه كانت بنعيمه البدويه؟ لا كانت غير شكايه بايمان مرتبه فيها سيدي. يعني كانت اه واخا كنشكروا وشكرا وكنشكروا المتابعين الكرام